بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. فصلوا على خير البشر، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد، رسولنا النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين، خاتم الأنبياء والمرسلين، نور هذه الأمة وضياؤها وشفيعنا يوم الحساب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفنا مباراة المغرب النهاردة يا جماعة. النهاردة المغرب بيلعب مباراة من أفضل المباريات اللي لعبها منتخب المغرب على وجه التاريخ، يعني طول تاريخ المغرب بأكمله منتخب المغرب ما لعبش مباراة جميلة بالشكل ده. منتخب المغرب محاصر المنتخب الفرنسي في وسط ملعبه طوال المباراة، يعني انت بتلعب على منتخب العالم، وكونك انك انت اتغلبت 2-0 من منتخب العالم وانت محاصره في وسط ملعبه طوال المباراة، ده بيعتبر في حد ذاته انجاز بكل المقاييس. يعني لولا ان احنا عارفين الالوان الاحمر من الاخضر من الازرق كنا قلنا ان المنتخب الفرنسي بيلعب باللون الاحمر. المنتخب الفرنسي النهارده ما خرجش من منطقه الجزاء بتاعته الا في حدود معينه، وذلك بفضل اللياقه البدنيه وبفضل المهارات العاليه عند لاعبي منتخب المغرب. النهارده خرج بشرف ومرفوع الراس، يعني محدش يقدر يقول على منتخب المغرب تلت التلاته كان. النهارده العالم بيقف احتراما وتقديرا لمنتخب المغرب اللي عمل أجمل مباراة في البطولة كلها على وجه الإطلاق. النهاردة الدور قبل نهائي المباراة دي بتليق بفريقين من أقوى الفرق في البطولة كلها بأكملها. منتخب المغرب النهاردة يا جماعة لما يحاصر بطل العالم في نص ملعبه طوال المباراة، ده في حد ذاته إنجاز تاريخي لم يسبق له مثيل. أنا متهيألي المنتخب المغربي ما عمره هيلعب مباراة زي اللي لعبها النهاردة، من أفضل مباريات المنتخب المغربي في البطولة وعلى وجه التاريخ. في النهاردة المنتخب المغربي وقع في بعض الأخطاء السهلة، منها الهدف الأول. أول ما جه الهدف الأول ده عمل للمنتخب المغربي ربكة. مش سهل إنك أنت لما يجي في جول في أول 10 دقايق أو أول ربع ساعة وتقف على رجليك، وخصوصا إنك بتلاعب منتخب كامل متكامل من أفضل لاعبي العالم. يعني كيليان امبابي ده وجريزمان دول بمنتخب لوحدهم، دول قادرين يلعبوا منتخب العالم لوحدهم. ما شاء الله. عنده ديشامب مدرب فرنسا، عنده 2 أجنحة من أفضل الأجنحة على مستوى العالم متهيألي. اللعيبة بيعرف يعدي من خرم إبر زي ما بيقولوا. وليد الرجراجي موقف له 2 وما شاء الله بيعدي زي الصاروخ مش همه. وبعدين اللعيب مش عنده لياقة بدنية عالية بس، لا ده مهاري. المهارة يا جماعة بتفرق واللياقة البدنية العالية بتفرق. يعني احنا النهاردة المفروض نلتمس العذر للمنتخب المغربي ان هو واقف على رجليه، ان هو ما جالوش شد في العضلات وواقف ما شاء الله. المنتخب المغربي كامل بيلعب بمجهود جبار. وكونك انك تحاصر منتخب فرنسا في نص ملعبه ده مش سهل، انك تفرض عليه باسلوب لعبك انت وتجبره على انه يتاخر لنص ملعبه ويدافع، ده مش سهل. وخصوصا انك انت عندك لعيبه برضه بقدر الامكان على قد امكانيتها، رغم لعيبه المغرب لعيبه كويسه جدا، ولكن برضه مش زي لعيبه فرنسا، ما عمرهاش تصنف كلعيبه من اللعيبه المستوى الاول زي لعيبه فرنسا. لعيبه المغرب الحمد لله كانت واقفه على رجليها وما تعبتش من اللياقه البدنيه ولا حاجه، رغم ان هم عاملين 3 مباريات او 4 مباريات وصلوا لاكثر تايم كذا مره، وعملوا معدل بدني وجري فظيع طوال ال3 مباريات دول. الى ان انا من ناحيتي انا بصراحه بحيي لعيبه المغرب وبشكرهم على المجهود اللي هم عملوه. بذلوا مجهود خرافي، بدايه من حارس المرمى ياسين بونو الى ان تنتهي بالمهاجمين. مش عايز اسمي المهاجمين طبعا، ولكن منتخب المغرب النهارده يا رجاله بيعمل اداء من التاريخ، بيعمل اداء من ممتاز. لعيبه المغرب النهارده كانت لازم نازله المباراه خايفه. بطل العالم بتلاعب لعيبه مش سهله، ولكن انت برضه ما تقلش اهميه عنهم. انت واقف على رجليك وعامل افضل اداء في البطوله كلها على وجه الاطلاق. يعني انت عامل اداء من الناس كلها تقف وتديك تعظيم سلام. خايف ليه من منتخب فرنسا؟ ايوه انت لك حق تخاف،
بس مش بالشكل اللي انت ظهرت بيه في الشوط الاول. انت لولا الرعونة والتسرع كنت انت احرزت وتقدمت على فرنسا، وخصوصا في الشوط الثاني. انت مجمل الشوط الاول يعتبر متقاسم الشوط بينك وبين المنتخب الفرنسي، بتهاجموا ند قوي بالنسبة للمنتخب الفرنسي، ولولا ان المنتخب الفرنسي اتقدم بالهدف ده بدري كنت انت هتلعب عليه وتعمل عليه جيم ما حصلش. وظهر ده في الشوط الثاني، انت قفلت ما شاء الله، حاصرت المنتخب الفرنسي في وسط ملعبه، وكنت عامل عليه مباراة روعة. المنتخب الفرنسي ما شمش نفسه غير لما احرز الهدف الثاني واطمن النتيجة تماما. المهم مجمل المباراة ممتازة، والمفروض الشعب المغربي يتفاخر ويفتخر ان هو عنده لعيبة بالشكل ده. اداء ما كناش متوقعينه بالمرة. اغلبية الجمهور الحاضرين وغير الحاضرين واللعيبة وجميع انحاء العالم ما كانش متوقع من منتخب المغرب ان هو يظهر بالمستوى اللي شرف كل الدنيا. انت شرفت افريقيا والعالم العربي والمغرب في كل العالم وقدام كل الدنيا. ارفع راسك فوق، انت عندك منتخب من اروع المنتخبات اللي هتعمل حاجة. وبعدين انت ما خرجتش من البطولة ان شاء الله تحقق المركز الثالث باذن الله وتحصل على برونزية المركز الثاني، ولكن ده بيتطلب مجهود جبار انك تبذل مجهود اكتر من كده. اللعيبه بصراحه ما قصرتش النهارده، كان في بعض الاخطاء من بعض اللعيبه مش من كل اللعيبه، هو كلهم بصراحه ظهروا بمستوى ممتاز، ولكن الخوف والتسرع والرعونه هي اللي ادت للاخطاء الدفاعيه. وبعدين بعيب على الهدف الاولاني اللي بيتحمله ياسين بونو، يعني بعد الغلطة بتاع المدافع بيتحمل يعتبر جزء كبير منه ياسين بونو اللي أشدنا بيه في المباريات اللي قبل كده، وإنه ده هو السبب اللي وصل المغرب للدور قبل النهائي. النهارده بيغلط غلطة إن هو تردد في الخروج من مرماه بشكل كبير. أنت مثلا قدامك لعيب لو خرجت في الوقت المناسب وما ترددتش كنت ممكن تطلع الكرة دي، وبالعكس كان يتحسب فاول عكسي على المهاجم، ولكن أنت ترددت، اديت فرصة للمهاجم إن هو يلعب الكورة براحته جدا واعطت له مساحة واديت له وقت ان هو يفكر. انت المفروض الكورة عالية كنت ضغطت طلعت، وانت اللي ليك ميزة انك انت تطلع بايدك تستخدم ايدك، ومهما تعمل في المدافع انت كده بتلعب في الكورة والكورة على الهواء، الكورة في الهواء بتلعب على الكورة، ما كانش هيحسب عليك اي فاول، بالعكس كان يتحسب فاول عكسي على المهاجم. ولكن بترددك ده اديت للعيب فرصة ان هو يلعب الكورة مرتاح. يعني بونو الاداء اللي عمله طوال البطولة يعني بصراحة يعني مش هقول ضيعه ولكن انت بتأخرك في جزء من الثانية واديت تقدم لمنتخب فرنسا اللي هو اساسا كان نازل خايف منك. منتخب فرنسا كان خايف من المنتخب المغربي بشكل كبير، وشفنا ان هو ما تجرأش الا بعد ما احرز الهدف الاول، الا بعد ما مسك وما مسكش نص الملعب الا لما احرز الهدف الاول. ولولا الهدف الاول انه جه في وقت مبكر كان المنتخب المغربي النهارده كان عمل جيم اكتر من روعة، وكان ظهر بمستوى افضل من اللي ظهر بيه، رغم ان المستوى اللي ظهر بيه النهارده بصراحه ممتاز جدا جدا جدا، وبنشكر اللعيبه عليه. نيجي للمدرب وليد الرضراوي. انت المفروض في بدايه الشوط على الاقل لما لقيت ان المباراه اتمسكت منك والمنتخب الفرنسي خايف منك، المفروض عليك كنت طلعت قلبين الدفاع حوالي 4-5 خطوات لقدام، كانوا هيعمل تكتل في نص الملعب، كنت هتقدر تمسك نص الملعب وتعمل جيم روعة على المنتخب الفرنسي، وكان عندك الأجناب بتاعتك كانت شغالة 10 على 10، ما قدرتش تستغلها في الهجوم. يعني انت غلطت انك انت عملت تحفظ دفاعي إلى حد ما. انت كنت عايز تمسك نص الملعب في الشوط الاول، كنت هتعمل اداء اكتر من كده. ما فوقتش غير في الشوط الثاني اللي لما اتجرأت شويه، لما حسيت ان الامور اتطورت والوقت قرب يعدي وعدى شوط ما عملتش فيه حاجه، بدات تصلح وتظبط من خطتك شويه. يعني انت لو عملت الكلام ده من بدري وطلعت قلبين الدفاع خطوتين لقدام كنت هتمسك زموم الامور وكنت هتهاجم وكنت هتهدد مرمى المنتخب الفرنسي باكتر من كوره، رغم انك عملت جيم كويس وهددت منتخب فرنسا ومسكت عليه كوره، وانت اللي وصلت اكتر وانت اللي هددت اكتر وانت اللي عملت كل حاجه جميله في المباراه. ولكن فرقت معاك النهارده اللياقه البدنيه العاليه لمنتخب فرنسا والمهاره العاليه للاعيبه
بصراحة عنده لعيبة روعة. دي ديشامب عنده لعيبة من الآخر زي ما الكتاب بيقول، لعيبة واقفة على رجليها، لعيبة لياقة بدنية عالية بصراحة، لعيبة فاهمة، لعيبة حافظة التكتيك كويس، لعيبة بتعرف تنفذ الأسلوب اللي أنت بتعمله ممتاز. لا لعيبة تستاهل تقول لها ده بصراحة يعني، مقارنة بلعيبة المغرب كتر خيرهم بصراحة إن هم عملوا الأداء ده، ولكن لعيبة فرنسا لعيبة قوية جدا، التحام وقوة جسمانية، قوة بدنية عالية، في مهارة، فيه استلام وتسلم، في ضغط على الخصم. لا في فرق، في فرق. ورغم الفروق دي كلها انك انت عملت تيم زي ما الكتاب بيقول. يعني بصراحة انت عندك لعيبة برضو ما يقولوش اي كفاءة، ولكن الرعونة والتسرع والخوف من اسم منتخب فرنسا هو اللي عمل كده في المباراة. ما ننساش نهني منتخب المغرب على هذا الاداء الممتاز اللي رفع راس العرب ورفع رأس افريقيا، وقدر يخش وسط الكبار وينافس الكبار. واتمنى ان ده يحصل من المنتخبات العربيه، وكنت اتمنى من منتخب مصر اللي هو بلدي. يا رب يا رب اشوف المنتخب المصري بيتجرأ، ولو ان والله ذره امل في المسؤولين المصريين اللي ماسكين اتحاد الكوره. هياخدنا الموضوع ان هو بينافس النادي الاهلي اللي هو واجهه مشرفه للكره المصريه باكملها. اتحاد الكوره بيحاربه، النادي الاهلي بيتحارب من بره ومن جوه وبيتحارب من كل مكان، ورغم ذلك واقف على رجليه وان شاء الله يفوز ببطوله افريقيا ويبقى عندنا منتخب كويس. اقسم بالله قرفوه من السنه اللي فاتت وهما بيحاربوا النادي الاهلي، بالاضافه لشخصيات داخل مصر وخارج مصر بتساند الانديه التانيه على حساب النادي الاهلي. ما عرفش ايه الغل، والله العظيم يا رجاله، لولا الغل والكراهيه والحقد اللي بيقابل النادي الاهلي ده كنت اتفرجت على منتخب مصر كان هيعمل افضل انجاز وافضل بطولات، ويمكن كان هيفصل زي المغرب كده وما يقلش اي اهميه عن المغرب. ولكن ربنا يهديهم، ربنا يهديهم المسؤولين عن اتحاد الكوره، ربنا يهديهم ويبعدوا عن الاهلي ويسيبوا الاهلي في حاله. المهم النهارده المنتخب المغربي يخرج من المنافسه على البطوله بشكل مشرف. بنتمنى له في المباراه المركزين الثالث والرابع ان هو يؤدي افضل من كده ويفوز بالميداليه البرونزيه باذن الله ان شاء الله. بنتمنى للمغرب التوفيق، والى اللقاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.